رجعت الشتوي رجعت الشتوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات؟ اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح الورد، أخباركم يا رب طيبات؟ الفيديو هذا متصور قبل بمطبخي قبل، يعني مو هو فيديو جديد، بس اليوم أبغى أتكلم في موضوعين أتمنى تسمعونهم إلى النهاية لأني طفشت وزهقت ومليت. يلا كذا على بركة الله خلوني أبدأ. أول حاجة حابة أتكلم على موضوع إنزالي القضايا التفريج المكروبين. تمام؟ يا كثر التعليقات اللي جتني اللي تقولي ركزي على محتواكي، أنت مو جمعية خيرية، واضح هرمونات الحمل لاعبة فيكي، لا تفجعينا مرة ثانية زي موضوع مدري حازم المطرفي. بنات معلش، إيش الألفاظ هذه؟ إيش الأخلاق هذه؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ ناس قاموا بتويتر وبكل مكان على إنسان مكروب في عتق رقبة، وجوني بنات ونخوني إني أنزل القضايا الثانية. هل أصير أنا كذا هرمونات الحمل لاعبة فيني؟ أنتم مع الأسف تعودتوا على النمط التقليدي لأي يوتيوبر أنها تطبخ وتنظف وتكنس، صح ولا لا؟ أنا ماني كذا، واللي محتواي مو بجايز لها كذا تترك القناة مشكورة. أنا ما راح أغير من قناتي شيء، ما راح أغير حاجة علشان أرضي أحد. شوفوا، من طلعت وتجيني تعليقات خلي زوجك بعيد عن المحتوى، لا تصورين زوجك هو يساعدك، لا تسوين ما أدري إيش، ومع هذا أنا مستمرة حاطة على إذن طينة وحاطة على إذن عجينة لأني عارفة أنا وش قاعدة أسوي. إيش علاقة موضوع حازم وموضوع أني أنزل الإنسان مكروب أن الناس تساعده؟ إيش علاقة؟ أنتم عارفين أنه كل الفواتير اللي على فرجت مسموح حتى أني أنشرها طالما أنها موجودة بطريقة رسمية؟ ليش لما قامت الناس على قضية حازم حطت رقم حسابه ما طلعت الدولة وقالت لا ممنوع تنزلون رقم حازم؟ ليش؟ لأنه أصلا مطلوب عليه دية. هذول كلهم جايين منفرجة طالما فيه رقم فاتورة، وطالما قاعدة الفلوس تتحول إلى إمارة مكة أو إمارة أي منطقة. وضحت يا بنات الصورة؟ ما لها علاقة لا هرمونات الحمل ولا لها علاقة بأي شيء. واللي يعرف أم سارة عن قرب، يحتك فيني عن قرب، يدري إني إنسانة سباقة للخير من فضل ربي، وإني إنسانة قلبي رحوم. أنا ما أمدح حالي في المواقف هذه سواء بحمل ولا غير حمل، دمعتي تسبق الموقف، قلبي رحوم. فلا تخلطين الحابل بالنابل، ما لها علاقة لا موضوع حملي ولا أي شيء. ولو أنتي مركزة معي صح كان شفتي فيديوهاتي بالليل وشفتي فيديوهاتي بالنهار اللي أنزلها، إنها ما لها علاقة نهائيا لا بقضايا المكروبين ولا لها علاقة بشيء. ليش احنا بس نعمل الدنيا؟ أنا بس أقعد أصور روتينات وأصور فيديوهات وألهط فلوس وأشفط فلوس بس من تنظيف وترتيب؟ الناس المساكين، الناس الغلابة، الناس المكروبين ما لهم حق بالقناة هذه إن يكون لهم اسم ينذكر؟ هذه اسمها أنانية. وانت اللي قاعدة تتفرجين من بداية لي 3 سنين وأنا أقدم محتوى مشجع، محتوى إيجابي إلى اللحظة هذه. تبغين كل حاجة تفيدك انت، ما تبغين شيء يفيد الناس. تبغين بس انت اللي تتفرجين على طبخ، وانت اللي تتفرجين على نفخ، وانت اللي تتفرجين على ترتيب وتنظيم. اما طاري الناس يدخل بالموضوع هذا ما له علاقة. وش تسميني؟ تسميني لاعبة فيني هرمونات الحمل. عيب يا بنات، اي والله عيب، قسم بالله عيب. المسلم اخو المسلم، المسلم يحس باخوه المسلم، المسلم يسعى لتفريج كربة مسلم. شوفي لما نزلت الخبر حق حازم عندي كم وحدة كم وحدة شاركت بالدية. شوفي الأجر اللي جاني. وش أبي لما تقولي لي أنت أخليكي بمحتوى الطبخ والتنظيف وما أدري إيش؟ وش تنفعيني فيه يوم القيامة؟ وش ينفعني فيه الطبخ والتنظيف؟ مو لازم قناتي يكون بها شيء لله؟ ولا كلها تبينها لك أنت ما تبين شيء لله أبدا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، هذا نص رباني. لن تنالوا البر، الله سبحانه وتعالى ما راح يبارك لي بالقناة ولا راح يوفقني، وما راح تستمر القناة إذا أنا بس قاعدة أشفط وأبلع من الفلوس، ولا أحد من هالناس لهم حق في قناتي. وش يضرني لو نشرت عن حازم ولا ساعدت في نشر فاتورة ولا سويت شيء؟ بتنقطع راسي أو عشان أنت نفسيتك ما تتعب مثلا؟ والله عجيب. بخصوص الموضوع الثاني اللي حابة أتكلم فيه، موضوع فيديو من فيديوهات القصيرة عندي اسمه تجفيف الباذنجان والبندورة.
أكثر فيديو جاني عليه نقد، جاني نقد من ناحيتين. النقد الأول اللي جاني: ليش تقولين بندورة؟ ما تجي بندورة سعودية وتقول بندورة. بغض النظر على أن أمي سورية، تمام، ترى 80% من أهل سكاكة يقولون بندورة. حتى أبو سارة صار يقولها بعد محتك بأهل سكاكة، برغم أن أبو سارة صار يقول طماطم. يعني كون أن أمي سورية ترى ما لها علاقة بكلمة بندورة. 80% من أهل سكاكة يقولون بندورة، لأن إحنا قريبين من بلاد الشام. وضحت الصورة؟ قلت بندورة، قلت طماطم، قلت ما أدري إيش، أهم شيء إن المعلومة وصلت. تدققون على أشياء غريبة عجيبة. والله العظيم إني ليت التعليق بأدب، التعليق ينحط بقلة أدب. الشيء الثاني اللي كتبوا: ليش البندورة قاعدة تتجفف ليش قاعدين يتجففون البندورة والباذنجان؟ الحمد لله هي متوفرة طول العام. طالما أنت ما تفهمين بهذا الموضوع لا تتكلمين. فيك تستفسرين طب إيش تستخدمونها؟ ذيك الساعة أنا جاوبك على عيني وعلى راسي. لكن احنا ترى ما نجفف البندورة ونجفف الباذنجان علشان احنا قاعدين نخزن للشتاء ولا قاعدين نخزن للصيف، لأن في طبخات ما تنطبخ إلا بالباذنجان المجفف والبندورة المجففة. البندورة أمي تجففها وحنا نجففها، نحطها في مرطبانات ونحطها بالفريزر ونحط عليها زيت زيتون وتنأكل مع السندويشات. عرفتي ليش نجفف البندورة؟ ما نجففها حنا علشان طول السنة ما في بندورة. الشيء الثاني: نجفف الباذنجان والفلفل الرومي لأن نحشي محاشي مجففة، ينحشى برز. طبخة تركية وطبخة سورية قديمة تتسوى نفس طريقة المحاشي بس بالباذنجان والفلفل المجفف، والطعم أنا متأكدة لو دقتيه راح تقولين عمري ما أكلت محاشي. وأمي شوفوا على أنها قربت من 60 خلاص ما شاء الله إلى الحين تتفنن لنا بالأكل. ما هي زي بعض الأمهات تقول خلاص كبسة يلا على الماشي. والله إنها تعب بالطبخ علشان تتفنن بالطبخ، ولما تطبخ كمية كبيرة تحسب حساب كل البيت وتعزمنا كنا أنا وخواتي وأخواني. تتعب في موضوع الطبخ. طالما أنت ما تفهمين بالسالفة هذه تركيها لهلا أو استفسري ما يخالف. قولي يا أم سارة وش تسوون يعني بالشيء هذا، وش تعملون فيه؟ والله بنات تجيني تعليقات ما لها علاقة نهائيا بالقناة، أشياء غريبة عجيبة. فيديو أمس اللي نزلته أنا بالليل لكم اللي هو حق ورق الحايط خلاص، البعض التعليقات بعضها قالت الورق زين والبعض قالوا لي الأول أحسن. تمام خلاص، طالما راعية البيت مقتنعة باللي سوته لا تحطي رأيك بالطريقة هذه، حطي رأيك بطريقة مؤدبة. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أم سارة الورق حلو، الله يهنيكي. أنا ما راح أشلع الورق والله علشان الورق مثلا ما عجبك، أنا جبت الورق وأنا مقتنعة فيه ولا راح أشيله. ولا شفتي الشكل النهائي للمطبخ كيف طلع أصلا، شفتي جزء بس بسيط متصور. وعلى فكرة أنا أول ما ركبته بدون ما أحط الديكورات ترى أنا ما جاز لي الورق، بس بعد ما صفيت الديكورات وزينته انقلب 180 درجة. ما تقولون هذا الورق الأول، طبيعي شيء بدون ديكورات ما راح يطلع زين، حاجة معروفة. وضح يا بنات الكلام. والله العظيم اني اقرا تعليقات يا اخي غريبة عجيبة ما لها علاقة بالمحتوى، وقسم بالله اني اوقات احمد الله على العافية. وش يهمني بندورة، وش يهمني بطاطا، وش يهمني بطاطس، وش يهمني، اهم شيء اني انا فاهم الكلام اللي قاعد ينقال قدامي. والله لما اشوف واحدة مثلا ركبت ورق ولا سوت شيء، والله اتفرج اوقات على بنات يركبون ما يعجبني ما يجوز لي، اقولها ما شاء الله الله يهنيكي. خلاص الكلمة الطيبة صدقة. عيب الألفاظ هذه وعيب الكلمات هذه وعيب شوفوا أنا يمكن أكثر يوتيوبر أنقد هنا لأني دائما أحاول أني أبين وجهات النظر، أحاول دائما أني أبين ترى المسلم أخلاق، ترى المسلمين أخلاق، يعني تتعاملي مع الناس بأخلاق شوي. أهم شيء أنت فاهمة كلمة بندورة، فاهمة كلمة طماطم. أنا ساعدت في تفريج كربة، ساعدت على سداد فاتورة، إيش يضر؟ يبغى ينقطع راسي؟ ما هي كل القناة طبخ، كل القناة تنظيف، كل القناة نفخ، ما له علاقة ترى موضوع هرمونات الحمل. واللي لو أنت متابعتيني كويس ومتابعة أم سارة كويس ومتابعتيها عن قرب راح تلقين إني سباقة دائما في المواقف هذه، سباقة في المواقف هذه كلها. ودائما لما تجي قضية دائما أمسكها وأتكلم فيها، قضية توجعني من داخل. ما لها علاقة ترى موضوع الحمل نهائيا، ولا لها علاقة بموضوع الهرمونات. أنا ترى من الناس اللي ماني كذا أخلط الأمور ببعض، الحمد لله ترى ما عندي موضوع الجهل هذا ما وصلت له. وضحت يا بنات الصورة الحين؟ ولا لها علاقة أمي سورية علشان أقول بندورة، ولا لها علاقة أمي صينية عشان أقول باذنجان، ما لها علاقة. أهل سكاكة كذا كلامهم، واللي من سكاكة يعرفون 80% من أهل سكاكة يقولون بندورة ما يقولون طماطم. فما بالك لما تكون أمي سورية أصلا وأهل الشمال يقولون بندورة، طبيعي بطلع أقول بندورة على أهل ديرتي يعني. والله يتخلون الواحد ينزل عقله إلى أمور تافهة
ما علينا يا بنات، استنوني فيديو بالليل بإذن الله تعالى، بنكمل الشغل بالمطبخ بإذن الله، وبنحط الديكورات الأخيرة، وبإذن الله تعالى إذا قدرت أسوي جولة بالمطبخ إن شاء الله. إذا أنقى الفيديو ما كان الفيديو طويل. أحبكم من أعماق قلبي، أتمنى ما حد يتضايق من كلامي، بس خلاص يعني حبيت إني أوضح وجهة نظر. أشوفكم على خير بإذن الله. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.